أكدت تقارير إيطالية فوز مهاجم نادي نابولي النيجيري فيكتور أوسيمين بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023 بعد غيابه عن تدريبات فريقه لحضور حفل توزيع جوائز الكاف مساء اليوم الاثنين. وينافس أوسيمين على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023 مع الثنائي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، والظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي. وأفادت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية بأن أوسيمين لم يشارك في الجلسة التدريبية هذا الصباح مع فريقه نابولي لأنه استقل رحلة خاصة من مطار كابوديتشينو متجها إلى المغرب، حيث سيحضر حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف. ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان غياب أوسيمين عن جلسة التدريب هذا الصباح قد تم الاتفاق عليه مع ناديه. وبحسب صحيفة كورييري دي لو سبورت الإيطالية فإن سفر أوسيمين إلى المغرب يعني أنه هو الأقرب للتتويج بالجائزة، خاصة أن نابولي تنتظره مباراة مصيرية بعد 24 ساعة. ويلعب نابولي غدا الثلاثاء أمام سبورتينغ براغا في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدور أبطال أوروبا. وسيتأهل نابولي إلى ثمن النهائي إذا تجنب الهزيمة أمام براغا بفارق هدفين أو أكثر. وبخلاف ذلك سيحتل الإيطاليون المركز الثالث ويتنافسون في ملحق الدور الأوروبي. وتواجد أوسيمين صاحب المركز الثامن في جائزة الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية لموسم 2022 و2023 بعد قيادته فريقه نابولي في الموسم الماضي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ نحو 30 عاما، حيث تصدر المهاجم الدولي النيجيري قائمة هدافي الكالتشيو. والسلام عليكم.